السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هوضح طريقتي في عمل القراقيش. عندي أنا هنا كيلو دقيق بياخد مادة دهنية ربع كيلو سمن وتمن كيلو زيت. عندي هنا خميرة، عندي هنا 3 معالق كبار سمسم، عندي معلقة خل، عندي بودر، عندي 3 معالق كبار سكر، معلقة نشا، معلقة سميد بسبوسة. اول حاجة طبعا هعملها ان انا هاخد السمنة واقدحها على البوتاجاز واشوف هكمل ازاي. الدقيق طبعا عليه ذرة ملح، بحط عليه السكر والنشا والسميد بتاع البسبوسة. بعد كده بحط قليل من الفانيليا ونص معلقة محلب، وعندي بودر باخد نص معلقة بودر، واقلبهم كده على ما هقدح السمنة على النار، وهنكمل هنشوف هنعمل ايه. علقت على المادة الدهنية، وعشان اعرف انها السمنة اتقدحت ولا لا بجيب لقمة عيش صغيرة وبحطها فيها. اما الاقيها احمرت اشيل لقمة العيش واعرف كده ان السمن اتقدح. لقمة العيش اتحمرت بالشكل ده كده يبقى السمن اتقدح. بشيل لقمة العيش واطفي البوتاجاز واحط السمسم علشان يحمر. السمسم احمر وخد لون بالشكل ده، بشيله وبحطه على الدقيق شوية شوية. بقلب المادة الدهنية على الدقيق بالشكل ده، وبعد كده اسيبه يبرد شوية عشان ايدي تتحمله، وابدأ ابسه زي الكحك بالظبط. بقلب المادة الدهنية مع الدقيق بالشكل ده، اولا علشان الدقيق يتغلف المادة الدهنية، وتاني حاجة علشان المادة الدهنية والدقيق يبردهم، علشان لما اعمل لهم عملية بس دلوقتي ايديا ما تتأذاش. ببدأ عملية البس بالشكل ده، بمزج المادة الدهنية مع الدقيق. انا حاطة ربع كيلو سمنة وتمن زيت علشان تبقى العجينة لما اخبزها تبقى مقرمشة. اللي عايز يحط سمن كله يحط، بس انا دي طريقتي في عمل القراقيش: ربع سمنة وتوم زيت. بعد ما بسيته بالطريقة ديت كله، تيجي مرحلة العجن بعجنه بايه؟ عندي الخميرة، كيس خميرة فورية في ربع كوباية مية ومعلقة سكر. بحط الخميرة، عندي معلقة خل، بحط معلقة خل. بعجن بمية، مبعجنش بلبن لان اللبن بيطري القراقيش او الكحك. العجين بالمية، فبحط قليل من المية وببدأ العجن. ببدأ بالعجن بالشكل ده، واخد جزء تاني واحط، وطبعا المية بتاعت العجين بتكون دافية. كده عجنت القراقيش بالشكل ده، والعجين بيكون كده بلم كده، ما بعجنش كده زي العيش. بعد كده هسيبها تخمر ربع ساعة ولا حاجة، اغطيها تخمر، وبعد كده هبدأ في التشكيل. العجينة بعد ربع ساعة ما شاء الله خمرت بالشكل ده، هبدأ اقطعها واشكل القراقيش. مسكت قطعة وبعملها ببرمها بالشكل ده، وبعدين ابدأ ابططها. فردتها بالشكل ده، يكون العلو حوالي سنتي تقريبا، وبعدين بقطعها بالميل بالشكل ده. اللي عايز طبعا اعرض من كده يعمل اعرض من كده، وبقطعهم وببرم كده، وبعمل تاني افردهم بالسمك اللي انا عايزاه ده. وعندي هنا القطاعة بتاعت القراقيش، بقطع الحجم اللي انا عايزاه. في النهاية برصه في الصينية بالشكل ده، وبتركه ربع ساعة او تلت ساعة
لحد ما يخمر ويرتفع، وبعدين اخبزه في قلب الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. ودي شكل القراقيش السادة على طريقتي، طريقة جميلة جدا وكويسة وجميلة جدا بجد يعني، مع كوباية شاي الساعة 5 بعد العصر. مقولكوش على الطعم. وكده انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله.